صباح الفل عليكم. تعالوا نعمل النهارده كبده اسكندراني زي بتاعه المحلات واحسن كمان. هنعملها على ايدينا في البيت. دي كبده مقطعينها عصافير اهي صغيره اهي. ده فلفل رومي على فلفل سبايسي، اللي حابب يحط سبايسي يحط، اللي مش حابب براحته. دي حبه خل كده عشان احطها عليها. هنا كزبره، نص معلقه كزبره، توم مفروم، كمون نص معلقه برضو، فلفل اسمر، مرقه دجاج، بهارات كبده اللي هي دي بهارات كبده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. عصره ليمونه كده صغيره، اللي حابب يحط برضو. هننزل بقى كده بالخليط كده. هننزل بالخل ده كده قد فنجان خل. عصرة ليمون عصرة واحدة بس، اللي حابب يحطها برضو. هنسيبها بقى كده ايه شوية كده في التتبيلة، تشرب كده منها شوية مع التومة مع الكزبرة مع الكمون مع الخل مع عصرة الليمون مع البهارات الكبدة. اللي حابب يحط لها شطة يحط، بس انا ايه استكفيت عشان ما تبقاش حامية، استكفيت بالقرن فلفل سبايسي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. هنغطيها بقى بالستريتش ونسيبها كده ايه شويه تشرب ايه، مش مستعجلين عليها يعني، تشرب شويه كده ايه من التتبيله بقى كده. كده حطينا حبه زيت حلوين. هننزل بقى بالكبده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. حبه حبه كده عشان ما تبردش الزيت، حبه حبه كده. عايزه اقول لكم ان انا حطيت لها على سن المعلقه كده صغيره جنزبيل. انا ما نزلتش بالكبده كلها عشان ايه ما تبردش الزيت. الله، عايزه اقول لكم حته حلوه قوي عشان ايه التوابل اللي فيها، بهارات الكبده والكمون والكزبره والخل وايه، اللهم صل على النبي، والملح والفلفل والثوم. وحطيت لها سنه طرف المعلقه كده جنزبيل وريحه ليمون، عصره ليمون كده حطيت لها عليها. كده حبه خل. عايزه اقول لكم يا بنات انا بغسلهاش، اللي عايز براحته هو بقى عشان الغسيل بيزفرها. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي قوي. بس لما تتشوح كده شويه اروح انزل عليها بالفلفل، عشان احنا مش عايزين الفلفل ايه يدبل. حسبي يا ريماس بالراحه. عشان مش عايزين الفلفل يدبل، عايزينه كده يبقى ايه باين كده فيها. ننزل بقى بالفلفل اهو. الله على الجمال، الله الله على الجمال. ولا نشتري من بره ولا ايه، نعمل في بيتنا كده. ده نص كيلو كبده، بصوا ما شاء الله حلو قوي اهو. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوناش باللايك والشير واشتراك في القناه.
عشان يوصل لكم مننا كل جديد في جديد. شوفوا بس كده، عايزه ملح. حلوه قوي قوي قوي. مش عايزه ملح عشان فيها مرق الدجاج والبهارات الكبده كان فيها ملح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.